السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بأمر الله هنعمل الزيتون المخلل ورمضان وروايحه. وطبعا احنا عارفين دلوقتي ان الزيتون ده موسمه وفترة صغيرة وبيخلص، فعلشان كده قلنا نعمل الزيتون ونلحق كده نعمل شوية ونقول بسم الله بس بطريقة مختلفة. نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله كده. اول حاجه قبل معانا اي حاجه الزيتون، يا ريت اللي بيشاهد فتحناه الفيديو بالسكينه يشترك في القناه ويفعل وسيبناه الجرس غيرنا على عشان ان شاء ميته الله يومين. يشوف كل وبعد كده اي اشعار جديد معانا ممكن كام فص يوصل. ثوم ومعلقتين شطه حمراء مفرومه، ومعانا 3-4 ليمونات مقطعينهم، ومعانا ليمون علشان نضربه في الخلاط ونعمله مع الخلطه، ومعانا معلقتين كرفس اخضر، ومعانا 4 جزرات كده مبشورين. هننزل اول كده بالميه بتاعته، هنحضر الخلطه بتاعته الجميله الجباره. دي بطريقتي انا ووصفتي. هننزل بالميه وكيس الملح وكام ليمونه كده مقطعينهم مع فصين الثوم ومعلقه شطه حمراء. هناخدهم كده ضرب في الخلاط، نضربهم كويس جدا يختلطوا مع بعض. المكونات كلها تختلط مع بعضها. هنا انا كنت جايبه ربع كيلو من الجزر مبشور بشرته، هنزل بيه على الزيتون، وقرنين 3 كده شطه تكون حراقه، معلقه الكرفس، و3-4 ليمونات كده قطعناهم طرنشات. هنقلب الخلطه الجميله دي كلها مع بعضها، وبكده خلاص نزلنا بكل المكونات بتاعتنا في البرطمان. حطينا ورقتين لورا على الوش علشان يحفظوا الزيتون، وهننزل كده بالميه اللي احنا عملناها في الخلاط، الخلطه اللي احنا ضربناها في الخلاط هننزل بيها كلها كده لحد ما نملأ البرطمان لاخره. عارفين ان الزيتون فترة صغيرة جدا وبيخلص ومش بينزل خالص طول السنة، فكده يا ريت يعني كلنا اللي بيحب الزيتون فيلحق يخزنه. كده خلاص عبينا الزيتون كله، نزلنا بالميه والخلطه اللي احنا عملناها في الخلاط، الشطه الحمراء المفرومه والكام ليمونه اللي ضربناهم في الخلاط مع مع كيس الملح وفصين الثوم. دي الميه بتاعه الزيتون، وقفلنا عليه كويس قوي. يا ريت نحط كده شويه زيت في الاخر فوق ورقتين اللورا، وبعدين كيسه صغيره عشان تحفظ ميه الزيتون ما تكونش اي حاجه على الوش. وبعد كده هنقفله باحكام وهنسيبه كده فتره لحد ما يحلو معانا ويبقى طعمه كده يعني جميل. فخلاص نبدا نشيله في التلاجة. كده خلصت معانا الوصفه النهارده. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ويعجبه يشترك في القناه ويفعل الجرس ويدوس لايك علشان ان شاء الله يوصلكم مني اي اشعار جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.